حالة غضب كبيرة على المنصات الاجتماعية كان السبب فيها انتشار مقطع فيديو لسيدة بتعتدي على حماتها بالضرب والسحل في غياب الزوج اللي كان في سفر للخارج. الأم مسحولة قالت للعربية الخلاف بينها وبين زوجة ابنها بدأ لما قالت لها إنها ما جابت لهاش هدية في فترة الخطوبة عشان ترد حماتها بإن الكلام ده بقاله مدة كبيرة لأنها متجوزة ابنها من سنة ونص. الأم أضافت إنها اتفاجئت بإن زوجة ابنها اعتدت عليها بالضرب المبرح، وبعد كده ادعت إن حماتها هي اللي بدأت بضربها، لكن الحقيقة كشفتها كاميرا مراقبة كانت في مدخل العقار. الفيديو أظهر إن الأم كانت جالسة على الأرض بجانب زوجة ابنها قبل ما تنقض عليها الزوجة وتضربها وتقوم بسحلها على الأرض، وتدخلت والدة الزوجة اللي كانت حاضرة لمنعها من الاستمرار في الاعتداء على حماتها. الزوجة اللي كان خارج مصر علم بالواقعة ونشر بنفسه فيديو الواقعة على فيسبوك وكتب حقك عليا يا نور عيني، لو إني موجود ما كانش حصل اللي حصل، ملعون أبو الغربة. وبعدها رجع لمصر وظهر في فيديو وهو بيقبل قدم والدته وبيقول لها حقك عليا يا نور عيني. أما الزوجة فتم القبض عليها، وفي التحقيقات بكت وقالت إنها ندمانة على اللي عملته وإنها مش عارفة عملت كده إزاي، لكنها بتعاني من السحر والمس وبتتلقى علاج على إيد مشايخ، وما زالت النيابة العامة بتحقق في الواقع. في ايديه يلاقي ايديه ويشد شعري، قطع الشعر في ايديه.